بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى أن هذا الفيديو يكون في أحسن الأحوال ودوام الصحة والعافية للجميع. قرب العيد الأضحى، كل عام وانتم حيين بخير ومتهنيين امين يا رب العالمين. كما تعرفوا نوجدوا ديما هذا الشخاشيخ قرب العيد الأضحى المبارك. أنا هي جبت هذه العلبة تاع المارغرين فارغة، وكيلت بها السميد تاع بن عمر يكون رطب، وضفت عليه ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح. كل كيلة نحط عليها ملعقة صغيرة ملح. طبعا جبت الكيلة تاع الماء نفسها تاع السميد، كيلت بها الماء. هنايا نرشو غير بشويه، ما نحطوهاش كامله مباشره، ونخليو السميد راح يشرب اكيد. ونلم العجين كما ما راكم تشوفوا معايا في الصوره. نكمل لم هذا الماء اللي فضالي حوالي فنجال تاع تاي، ما حطيتش الماء كامل. نكمل لم العجينه تاعي مليح. متنسونيش الاحباب والاصحاب وكامل اللي يعرفوني انهم يدعموا قناتي بالبارطاج ليصلكم مني كل جديد ان شاء الله. هنا بعد ما لميت العجينه تاعي راح نعجنها شويه حوالي دقيقتين. نعجنها باش من بعد كي نزيد نعاود لها العجين تجيني سهله، ما نلقاهاش يبست وتعذبني في العجين. كيما نبلو نعجنوها شويه حتى دقيقتين، ونخليوها ترتاح لمده 10 دقائق، ونكملوا نزيدو نعجنوها. راح تشوفوا معايا الطريقه. كما ما راكم تلاحظوا راني ما قاعداش نقطع في العجينه، راني غير ندلك هكا. كي تدلكوا العجين شخشوخه كي طيب ما تتحلش، لانه كي تقطعوا العجينه راح تحل لكم في الطياب. هنا راح نحطها في السالفيات ونحطها في كيس بلاستيكي غذائي، ونخليها ترتاح لمده 10 دقائق. من بعد ما ارتاحت راح نزيد نعاود ندلكها غير دقيقتين، لانه الشخشوخه كل ما تعجنت مليح راح تعطينا نتيجه مليحه بزاف. هنايا في الجزائر عندنا شخاشيخ بزاف. راح نوري لكم، راح ندير لكم سلسله تاع شخاشخ، كل مره ندير لكم وحده. هنا بعد ما عجنتها، تعرفوا كي العجينه كي نعجنوها يتبدل اللون تاعها كي تتعجن مليح. راح نقسمها الى ربع قرص كما راكم تشوفوا، ونغطيها، ومن بعد نبدا نقرص بالوحده. في الاثناء هذه انا يعني حطيت الطاجين يسخن عفوا. هنا السمك تاعها راح يكون ارق من الكسره العاديه باش تجيكم شخشوخه مليحه تقدروا تفتوها. هنا من بعد ما قرصتهم كامل في ربعه راح نطيبهم. الطياب تاعها معروف، نشيحوها على الوجهين. لازم البقعه هذيك تاع الكسره اللي تكون خضراء ما نخليوهاش، نثقبها بالشوكه باش ما ديرناش القشره. طبعا اكيد راح تدير. هنايا هذه كما راكم تشوفوا كاينه جهه طايبه وجهه لا، جهه شاحت وبيضت وجهه الاخرى راح نكمل كامل نخليوها كامل نطيبها بالجهه البيضاء. هنايا هاي الطياب تاعها راح نغطيها، لازم تغطيوها وتحطوها في كيس بلاستيكي باش ما تعذبكمش من بعد كي تديروها. هنايا هذه القرصه الثانيه الطياب تاعها، شوفوا كيفاش طابت. راح نقسمها على 2 ونحطها في سيرفيات، ومن بعد نحطها في كيس بلاستيكي غذائي ونبدا نفتت بشوي. هنا الطريقه تاع التفتات تاعها، هنا مش زي الشخشوخه العاديه اللي نفتوها وخلاص. هنا هذه لازم نبرموها شوي باش تجينا كيما تليتلي، كيما ما راح تشوفوا فيها راهي كيما تليتلي. راني نفتت ونعاود نبرم، ان شاء الله تكون الصوره واضحه. هذه هي الطريقه، تجي روعه روعه، ان شاء الله تجربوها. هنا غطيتها، حطيتها في سني وغطيتها اي قماش باش هكا ما ياكلها ليش الحمام، وايضا ما تغبر ليش.
من بعد ما يبست شافوا سخانة عظيمة في النهار تاع اليوم، ميم با ربع ساعة يبست لي الشخشوخة. شوفوا من بعد ما يبست هذا هو الشكل تاعها النهائي، جات كيما تليتلي. عليها نقولوا لها الشخشوخة تليتلية، تيجي بزاف مليحه كما قلت لكم. نتمنى انه هذا الفيديو نال اعجابكم ورضاكم وفهمتوا عليا، وتجربوا هذا الشخشوخه في هذا العيد ان شاء الله، وعيد مبارك على الجميع. ونبقى غير نودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.